الفيديو ده مش ليا، انا عامله ليكم علشان نحافظ على الشعرايه. اولا نستخدم شامبو لطيف على الشعر، يستحسن يكون خالي من السلفيت اغلبيه الاسبوع، ومره في الاسبوع بنستخدم شامبو فيه سلفيت علشان ينظف فروه الراس كويس. لو عندك قشره او فروه راسك دهنيه او فيها اكزيما دهنيه يبقى لا، ممكن نستخدم شامبو فيه سلفيت وضد القشره اصلا كذا مره في الاسبوع عادي. ودايما بعد الغسيل نستخدم بلسم علشان نحافظ على ترطيب الشعرايه. واوعي تسرحي شعرك وهو مبلول، لان دي بتبقى اضعف حالات الشعر واكتر وقت معرض لان هو يتقطع ويتكسر وانت بتسرحيه. الكلام ده كله انا بشرحه بقى بالتفصيل، الدليل الكامل للعنايه بالشعر. وانا ما عنديش شعر، الفيديو ده مش ليا، انا عامله ليكم انتوا، عشان اللي هيجي في الكومنتات يقول لي يا دكتور انت ما بتنفذش نصايحك ليه؟ انا بحبني كده، مش مضايقني من ساعه ما وقع وانا ارتحت. اقعد بقى اغسل بشامبو فيه سلفيت وشامبو خالي من السلفيت وبلسم بعد الغسيل وكريم او سيروم للتسريح وفيتامينات. عشان ايه ليه كل ده؟ ما انا فله كده. انا عارف ان انتوا هتحقدوا عليا بقى، كلكم هتبقوا عايزين تعملوا دكتور ايمن لوك بعد الكلمتين اللي انا قلتهم دول، بس ما فيش الا دكتور ايمن واحد. انا بحذرك واحد، مع كامل احترامنا لكل الفنانين اللي عملوا نفس الحركه دي. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجاير.